السلام عليكم. سميتي دونافين. مؤخرا اكتشفت واحد الحقيقة خايبة على راسي، خلاتني محبوس في بيت النعاس ديالي سيمانة هادي. حقيقة بدلت ليا مسار حياتي وغيرت دماغي لدرجة لا رجعة فيها. وفاش كنفكر كنلقى كلشي وقع بالصدفة، غير واحد الحاجة صغيرة وقعات ولقيت راسي مجبر نواجه الواقع المر. لسنين عشت حياتي بحال الا ما كاين والو، ما كنتش كنحس براسي مختلف على الناس، كنت كنشوف راسي غير مراهق اخر كيدبر على راسو باش يدوز ديك الفترة المعقدة ديال الليسي. ولكن كنت كنلقى صعوبة باش ندير صحاب، هذه كانت نقطة ضعف كبيرة عندي. كنت كنسلم على الناس في زربة في الكولوارات وحتى هما كانوا كيردوا السلام غالبا بنظرات باردة، ولكن ما قدرتش نلقى شي جروب اللي نحس براسي بصح كننتمي ليه. اللي عاوني بزاف هاد الاوقات ديال الوحدة هي الحياة الزوينة اللي كانت عندي في الدار. ما كانش ممكن نطلب والدي نحسن منهم. ماما كانت خدامة كونطابل، وبابا كان مستثمر مبلغ كبير في شركة أبل قبل ما تولي ديك العملاقة اللي هي اليوم. ماما ما كانتش خدامة حيت محتاجة، كان عزيز عليها تحس بأن عندها دور من غير أنها تكون الزوجة الزينة ديال بابا. كانت كتكره يتنتعت ليها بهاد السمية. الزوجة الزينة كانت كتقول مصطلح قديم بزاف. ولكن عمرها ما بقات كتبين القنط ديالها، كانت غير كتزيد توسع الابتسامه ديالها، كتبين سنانها البيضين غزالين قبل ما تضحك وتشكر الشخص على المجامله وهي جامعه يديها بزربه في جنبها وقبل حتى ما تفكر فيها. بابا كان كيبغي ماما بزاف، كانوا توأم الروح. هي كانت المراه اللي عندها قلبه وهو كان عنده قلبها. واخا كانت دارنا كبيره، الحب بقى هو. فاش كنكتب هاد الشي دابا كنحس بحال دماغي غير كيغطي عليا. انا عارف اللي عارف، وغير ما قادرش نفرض على راسي نتيق بلي داكشي اللي عارفه ماشي بصح. والديا كانوا مهتمين بيا بزاف، ماشي من دوك الوالدين اللي حاضينك بزاف، ولكن والدين حنان. كانوا كيكونوا بجنبي فاش كنحتاجهم كتر ما يكون. ما نقدرش نقول لكم شحال من مره كنت كنرجع للدار من نهار طويل ديال القرايه ونلقى بابا في الكوزينه كيطيب شي عشاء من داكشي، وماما متكيه فوق الفوتوي كتنسج نفس الكاشكول ديما وهي كتسناني نعاود ليها على نهاري. بابا كان كيجيب الماكله وماما كانت كتجيب الراحه، وبجوج كنا كنجلسوا سوايع وانا كنخربق ونعاود على داكشي اللي مقلقني. بجوج كنا كنحلوا المشكل، كنلقاو ليه الحل، وفي الاخر كنت كنحس براسي جديد. بزاف ديال الستريس على دري صغير بحالك. كانت ماما كتنهد: خاصك تتعلم ترتاح اولدي الحبيب. بابا كان كيتفق معاها، والجمله المفضله عنده هي كلشي كيدوز دونافان، اللي كان كيقولها بحال شي تعويده قبل ما يختار شي فيلم تفرجوا فيه. وماما كتصايب لينا اتاي سخون لكل واحد فينا. اتاي ديال ماما كان ديما كيحسني حسن واخا يكون نهاري داز صعيب شحال ما كان. مصايب بالحب واحد المكون سري خاص لي غير باك اللي عارفه. كانت كتقولها بخفة وهي كتغمز با اللي كان كيبتسم ليها من بلاصتو في الفوطي. ملي قرب الليسي يسالي وجا وقت نختار مسار مهني بصح، ما كانت عندي حتى خدمة في بالي من غير نكون بومبي. كانت عجباني فكرة ندير خدمة عندها معنى، نعاون الناس فاش يكونوا في أمس الحاجة. ما كنتش عارف باللي هاد القرار غادي يولي هو اللي غادي يشتت ليا عقلي طريف بطريف. شوفوا، كاينين شي حوايج خاصينك باش تلتحق بالقوات، وحده منهم هي السجل الطبي ديالك. حاجه سهله ياك؟ والديا ما كانوش متفقين، كتر من ما كانوش متفقين ما كانوش باغيني اصلا ندخل. من اللحظه اللي عرفوا فيها باللي الدخول كيعني نشارك السجل الطبي ديالي، كانوا ضد الخطه ديالي تماما. لقيت باللي ديك الراحه بدات كتقل نهار على نهار. ماما حبسات من النسيج، بابا حبس من الطياب، تقريبا ما بقيناش كندوزو الوقت مجموعين نهائيا. حاجة وحدة اللي عمرها تبدلات بحال شي بادرة أمل صغيرة، هي أن ماما بقات كتصايب لي أتاي. كانت يا إما كتعطيه ليا بالبرودة أو لا كنفيق نلقاه محطوط فوق طابلة النوم ديالي. من غير هاد الشي حسيت بحال والديا بشوية بشوية كيعطيوني بالدار. ماشي اني ما كنتش كنطلب منهم يدعموني، تقريبا كنت كنترجاهم باش يطمئنوني ويعاونوني في الحالة النفسية ديالي. كانوا بحال كيتجاهلوني كل مرة. راك كبرتي دابا دونافين، تقدر تدبر على راسك في هاد الشي. انا وباك ما باغينش ندخلو فيه. كانت ماما كتعيرني:
ببرودة. الدار بنا بزاف كتر من أي مرة كانت من قبل. تقطعت من الداخل ملي حسيت بهذيك البرودة القاصحة جاية من عند شي حد اللي كان حنين بحال مي. بابا ما كانش مختلف، بحال صافي ما بقاش مسوق، بحال القرار ديالي باش نلتحق برجال الإطفاء كان خيانة ليه. عندنا الفلوس كتر من اللي تقدر تحسب في حياتك كاملة ولدي. علاش باغي دير شي حاجة مرهقة بحال الإطفاء؟ نقدر ندير تليفون واحد وندخلك لهارفارد في البلاصة. زير عليا وختم كلمته الأخيرة بطرطقة ديال صبعانو. هذه خدمة عندها قيمة بابا، بغيت نعاون الناس، بغيت نكون مزيان. ما فهمتش علاش انت وماما ما باغينش تفهموا هاد الشيء. شاف فيا بحال يلا عطيتو تصفيقة قبل ما يطلع للدروج بلا ما يزيد حتى كلمة. مع دواز الايام داكشي اللي بدا باشارات صغار ديال عدم الرضا دغيا تحول لكلام خايب ديال الحقد والاشمئزاز. من بعد سيمانات ديال المعيور والقسوة جايين فيا من امي وبا بجوج، كلشي تجمع في واحد الحدث فين بابا داني الكراج، سد الباب موراه، طلع في المرسيدس ديالو وديمار الطوموبيل. كسير على الطوموبيل 4 ولا 5 ديال المرات، ودغيا الكراج عمر بغاز اول اكسيد الكربون. باك الوقت كامل وانا كنضرب في الزاجه، كنترجاه باش يحبس، وهو كان غير جالس تما وجهه حجره قبل ما يحل شويه الشرجم ويعايرني بكل بروده اعصاب. عيط على رجال الإطفاء، شوف واش غيجيو يعتقوك. من بعد طلع الشرجم تاني وكسير على الموتور شي مرات اخرين. حسيت بالضباب كيدور بيا وكنت على وشك نسخف ملي الباب ديال الكراج تحل بالجهد، ومي جراتني لداخل الدار، خلاتني مطروح في الارض وهي كتروح عليا بشي وراق ديال الحسابات ديالها وانا كنحاول نرد النفس. ملي رجعت ليا الشوفه طبيعيه وقدرت نتنفس تاني، مي ميلات عندي وهمسات. دابا واش رجال الاطفاء اللي عتقوك ولا امك؟ وكيما بانت دغيا غبرات طالعه البيروها الفوق. بابا تبعها دغيا نقز من فوقي بحال كنت زبل قبل ما يطلع في الطلعه ديال الدروج بلا ما يدور فيا تشوفه. هذه كانت هي اللحظه اللي خديت فيها قراري باش نخوي الدار. ما بقيتش مسوق شحال كنا فرحانين شي نهار. الفرحه ولات كتبان غريبه دابا، الامان ولا كيبان غريب دابا. كنت غادي ندخل لفرقه الاطفاء سواء بغاو ولا كرهوا، وكنت غادي نغبر قبل حتى ما يعيقوا بيا. وقفت على رجلي وسولت حويجي، كنوجد راسي نفسيا باش نطلع للفوق نجمع حويجي، نعيش في طوموبيلتي الا اضطريت. ملي كنت كنطلع في الدروج فاش وصلت للفوق لقيت الوالده والوالد كيتسناوني. شافوا فيا من الفوق بلا كلمه، بنظره ديال خيبه الامل، قبل ما يحركوا راسهم ويرجعوا لبيت النعاس ديالهم في دقه واحده. ماشي مشكل، جمعت حوايج ديال سيمانه، داكشي اللي يكفيني باش نبعد واحد شويه ونصفي راسي قبل ما نرجع ناخذ داكشي اللي بقى. ملي خرجت من باب الدار درت شفت مورايا اخر شوفه في الدار قبل ما نحيدها من قلبي بصفه نهائيه. الوالد شاف فيا، كان على وجهه خليط من الحزن والندم والاسف اللي كان كيودعني. نتشافوا ولدي، هادشي اللي قدر يقول، هادشي اللي خديت من الراجل اللي كنت كنعتبره قدوه، الراجل اللي الله حاول يقتلني في الكراج. وصافي مشيت لاخر مره، ولا بالاحرى اخر مره حسيت فيها براسي كامل. الطريق للمركز الطبي كانت عامره بالمشاعر، بحال الا كنت كنسمع اصوات والديه، كلمات كنبغيوك ديالهم، كلمات الطمأنة ديال الوليدة والشعار ديال الوالد. كلشي كان كيدور ليا في راسي وخلى عينيا يعمروا بالدموع. ملي وصلت للمركز الطبي كانت حالة وخاصني نقاد حالتي في الباركينغ قبل ما ندخل. عطيت للسيدة ديال الاستقبال الرقم ديال الضمان الاجتماعي ديالي وتسنيتها ترجع بالملفات ديالي. خديت شوية ديال الراحة النفسية حيت عرفت باللي قربت نحقق الحلم ديالي، وخا والديا ما كانوش عاجبين، ولكن المشاكل والتفكك ديال عائلتي كانت خانقاني ومتقلة عليا بزاف. بملامح جامدة رجعت السيدة وعطاتني الوراق مع لاكارت ناسيونال ديالي. وانا كان جالس في الطوموبيل كنقرا في الوراق حسيت بالنفس كتمشي ليا من صدري وقلبي بحالة توقف. مشيت كنجري للدار، الدموع كيسيلوا على حناكي وعقلي كيفكر بمليون حاجة في الدقيقة. حليت الباب ديال الدار بالجهد وعيطت على والديا بصوت مقطع، ولكن الدار بقات ساكتة. طلعت كنجري للفوق كندعي الله يكونوا في بيت النعاس ديالهم
ولكن لقيت بلاصتو بيت خاوية ما فيها حتى حاجة، حتى ناموسية ما كايناش. في الصالة لقيت الزيف ديال ماما باقي محطوط في بلاصتها فوق الفوتاي، باقي ما كملاتوش. في الكوزينة حتى المقراج ديال اتاي كانت ديك الحاجة اللي خلاتني نطيح على ركبية ونبدا نغوت بالقهرة والحرقة. والديا ما كانوش هنا، عمرهم ما كانوا هنا. انا كنت كنعيش في واحد الازمة نفسية خايبة بزاف، وهاد القرعة الصغيرة اللي لونها ليموني ديال الهالوبيريدول كبتات هادشي. والديا ميتين، ماتوا في واحد الحادثة مأساوية فاش كانت عندي 17 عام، وكنت كنسمع الغوات ديالهم ديال الألم وهما كيتشواو حيين في واحد العافية شعلات في الدار، في واحد الحفلة اللي كانوا حاضرين فيها، حفلة تقاعد ديال با اللي كانت منظمة في دار واحد صاحبه. كنت كنتسنى برا من بعد ما أكدات لي ماما باللي صافي ها حنا خارجين دابا قبل ما تشعل العافية ويحبس كاع الضياف 20 اللي كانوا لداخل. بغيت نعاون، بغيت نطلق سراحهم من ديك الجحيم، ولكن كنت ضعيف بزاف، ما قدرتش حتى نقرب من العافية. الندم، الخلعة والإدراك المرعب بأنني كنت عايش في كذبة، كل شي طاح عليا في دقة واحدة بحال شي تران جاي من الجحيم. وهاد الشي علاش أنا هنا مسدود عليا في هاد بيت النعاس، ما قادرش نخرج دابا. ولكن كنظن أنني كنتحسن، بصح كنآمن باللي مع الوقت غادي نتحسن. ولكن دابا بغيت غير نتكا هنا بوحدي. كما قلت دازت تقريبا سيمانة دازت عليا غير بالظلام والتكشيرة. ولكن وانا كنكتب هاد الشي كنظن شميت ديك الريحة الزوينة ديال اتاي الوالدة يلاه كيطيب في كوزينتي، وكنظن غادي نمشي نشوف واش تقدر تعمر ليا شي كاس.